السلام عليكم. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب حلاوة جبن ممكن تعتمدوها. أول شي بدي أحط على النار كاستين مي، كاسة سكر. بدي أحرك السكر حد ما يدوب معي نهائي. بس داب السكر بلش أضيف سميد ناعم اللي هو طحين الفرخة. ركزوا على هاي النقطة كتير منيح مشان تطلع معكم حلاوة الجبن خيال. طحين الفرخة اللي هو سميد الناعم، نضيف السميد بالتدريج وبحرك كرمال ما يصير معي تكتلات. بدي انتبه لهاي الخطوة كتير منيح، ضيفه بالتدريج مع التحريك حتى ما يصير معي تكتلات وتخرب عندي حلاوة الجبن. بعد ما ضفته خلاص رح اتركه حوالي 10 دقايق والنار مطفية تحته مشان ياخد كل السوائل. بعد 10 دقايق بيجي بشغل النار على هداوة وبضيف الجبن بالتدريج. بعد ما ضفت أول كوب جبن بلشت أحرك. شوفوا القوام، هذا من أول كوب بلش يصير معي هيك. شوفوا لي القوام، النعومة والمطة اللي بتاخد العقل. هذا من أول كوب. هلأ حضيف الكوب الثاني بالتدريج، بضيف وبحرك حتى تذوب عندي الجبنة نهائي وأتأكد انه ذابت 100%. ننتقل على الخطوة اللي بعدها. شوفوا معي الغرام، شوفوا معي الشكل والنعومة اللي طلعت. السر بهاي الوصفة انه انا استخدمت سميد الفرخة، هذا هو السر كتير مهم، رح يعطيكم قوام لحلاوة الجبن، رح يعجبكم كتير 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 ورح تعتمدوها بإذن الله. والمكونات دقيقة 100%، ما تخافوا. شوفوا لي القوام شي ناهي. هلا بعد ما شفنا هالقوام الرائع صار لازم نضيف ماء الزهر. ماء الزهر انا بستخدم ماء زهر اسمه الاحلام، جدا جدا لذيذ، هو ماء زهر مركز نضيف معلقة. اما اذا عندكم ماء زهر مخفف نضيف اكتر. حركه حتى اخلطه. فينا نزيد ربع معلقة زيادة بيطلع تمام. اكتر من هيك بتصير الطعمية طاغية، يعني لحد المعلقة وربع. بحط جنبي معلقة سمنة وبدهن حلاوة الجبن حتى ما تتلزق معي وتعذبني. انا لساتها سخنة مشان هيك عم بستخدم المعلقة. هلا لرياحتكم كمان رح نستخدم كيس نايلون نفرده على المجلة وافرد حلاوة الجبن. بتحبوا فيكم تفردوها على رخامة، دهنوا سمنة وافردوها على رخامة، بس اذا بتحبوا مشان ترتاحوا اكتر. انا بحب اشتغل على الكيس الحلواني، باخذ قسم منه وبفرده بالسماكة اللي بتحبوها. كل مين بحب سماكة معينة يفرد حلاوة الجبن، وبنحشي القشطة وبنقطعها. طبعا فينا نخليها سادة، قطعوها سادة. انا خليت قسم منها سادة وعملت قسم منها محشي، لانه من جهتي انا كتير بحب الحلاوة السادة، طعمها بجنن. وهي حشيناها. هلا بنلفها اللفة والتانية خلاص بكفي، لانه نحن اخدين السماكة اللي بدنا اياها بفرد العجين، يعني اللفة والتانية خلاص بتطلع تمام. هلا بنقصها، وبين كل قصة وقصة بدهن السكينة بالسمنة كرمال ما تلزق معي حلاوة الجبن ينتزع شكلها، لانه بدي حافظ على الشكل النهائي. شوفولي الغرام، في احلى من هيك. بندهنها هلا بالشيرة. وطبعا لمساتكم الاخيرة والف صحة وعافية على قلبكم يا رب.